بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في تاني درس تالتة اعدادي الترم التاني الوحدة الاولى، درس الحياة دقائق وثواني. هنشرح الاول، بعدين نقرأ المعاني، بعدين نقرأ النص. يلا نبدأ. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم. يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم، ولا يدرون أن الحياة الإنسان تقاس بهذا الوقت. الناس في العصر ده بيدوروا على أي حاجة يقتلوا بيها الملل بتاعهم، ماسنجر، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، أي حاجة، مسلسلات، تلفزيون، فيلم، أي حاجة بيقتلوا بيها الوقت الملل بتاعهم، وهم مش عارفين ان حياتهم عبارة عن الوقت ده. طب انتي ده يعني انتي بتتسلي في الوقت ده، بتضيعي وقتك ومللك في الوقت ده. طب انتي ايش عرفك ان انتي الدقيقة دي عايشة والدقيقة اللي بعدها هتفضلي عايشة؟ ما يمكن تموتي عادي. ولعل امير الشعراء احمد شوقي كان من مطلعة الشعراء الذين ألمحوا الى قياس عمر الانسان بالثواني والدقائق، حيث قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم نافع ينفع البشرية. بمعنى إن أمير الشعراء أحمد شوقي كان من الشعراء، الألف الشعر بتاعه عن الحياة والوقت وكده، وقال بيتين الشعر دول. معنى بيتين الشعر دول ان القلب بيقول لصاحبه الحياة عبارة عن دقايق وثواني عمالة تمر عليك، فاعمل حاجة الناس تفتكرك بيها بعد ما تموت. قد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وقد قيل إن التفكير الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة، والمعنى إنه بالتفكير والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والإعداد والنظام. علماء كتير قالوا إزاي نستفيد من وقت الفراغ. هنستفيد منه إزاي؟ هنقعد نفكر ونتأمل في خلق ربنا ونحاسب ونراجع نفسنا، اللي غلطان في حاجة يقعد يحاسب ويراجع في نفسه. وفي حد قال ان التفكير الانسان ساعة خير من قيامه ليلة، بمعنى ان التفكير الانسان ده هيوصل لدقائق المعرفة. دقائق المعرفة هنا مش معناها وقت، مش معناها زمن. دقائق المعرفة يعني اخفى الحاجات واصغرها واخبار الكون اللي حواليه، ويقعد يتأمل كده في خلق ربنا، السما المرفوعة من غير عمدان، او خلق ربنا. حتى لو الانسان بص القطة قدامه قاعد يتأمل كده في خلق ربنا هينبهر. هذا النظام الدقيق الذي استوحى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا، وكان في وقت فراغه وفي حالة تأمل وتفكر وبحث: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ لماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع لأعلى؟ ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء، مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ذلك من تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة، فأفاد البشرية وخلد ذكراه في سجل العلماء. التفكير والتأمل ده زي نيوتن كان قاعد تحت شجرة، فتفاحة وقعت في راسه، فسأل نفسه كذا سؤال: هي ليه التفاحة وقعت؟ وهي ليه وقعت في شكل عمودي؟ وليه ما مالتش يمين أو مالت شمال؟ وليه ما طارتش لفوق يعني طلعت لفوق؟
ومن الأسئلة اللي سألها لنفسه دي وصل لنظرية الجاذبية الأرضية اللي لولاها ما كانش فيه سفن أو مركبات فضائية أو قطر أو كل ده بفضل واحد كان قاعد تحت شجرة وقعت على راسه تفاحة. هي موضوع يبان عادي، بس هو مش عادي بالنسبة لشخص قاعد يفكر ويتأمل. باللي عمله ده بقى عالم مشهور وحط اسمه في سجل علماء مشهورين، ولحد دلوقتي عارفينه وبنخلد ذكره في التاريخ. إننا بعد هذا يجمل بنا أن نسأل أنفسنا دوما كيف نستغل الوقت فيما ينفع ويفيد. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها، إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما تظن وأرقى مما نتخيل. بمعنى إن على طول ازاي نسأل نفسنا ازاي نستغل الوقت اللي احنا بيبقى فيه ما بنعملش حاجة، اللي هو وقت الفراغ، علشان نخصص زمن لحاجة معينة نعملها. زي مثلا انا بخصص وقت معين ان انا اذاكر لغة معينة، او ان انا انجز واجب بتاعي، او اقرأ كتاب عن حاجة انا حباها. ممكن حاجات بسيطة زي نيوتن والشجرة كده والتفاحة اللي وقعت عليه والكلام ده، حاجة بسيطة، هي حاجة بسيطة الإنسان بيعملها يمكن الله أعلم تفيد البشرية فيما بعد. وكده نكون خلصنا شرح. يلا نقرأ المعاني. معاني النص: عصرنا زمننا، والجمع عصور وأعصار وأعصر. الترفيه التخفيف والترويح عن النفس. تنجز تقضي وتنهي وتتم. المضاد تعطل وتعلق. يدرون يعلمون والمضاد يجهلون. طليعة مقدمة وأول. المضاد مؤخرة والجمع طلائع. المحو وضحوا وأشاروا والمضاد أغفلوا. ذكرها سيرتها وسيرتها. الجمع ذكور وأذكار. المرء الإنسان والجمع رجال. يقاس يقدر. عمر الجمع أعمار. أروع أجمل وأحسن. المضاد أقبح وأردأ ورديء وأسوأ. ضرب ذكر ومثل والمراد قدم. الفراغ الخلو والمضاد الانشغال. الأمثلة النماذج والمفرد المثال. استرعى لفت ووجه والمضاد صرف وأبعد. يتخطى يتعدى ويتجاوز والمضاد يتعثر. التفكر التدبر. التهيئة الإعداد. تنحرف تغير في اتجاه. المضاد تعتدل وتستقيم. ذات جهة وناحية والجمع زوات. انتباه المضاد غفلة. يجمل يحسن والمضاد يقبح. النظام الترتيب والمضاد الفوضى والجمع النظم والأنظمة والأناظيم. مجرى مسار والجمع مجاري. حاجز فاصل ومانع والجمع حواجز وحجزة. تسبح تطير والمراد تتحرك وتدور. المجرات تجمعات من النجوم والكواكب والمفرد المجرة. خلد أدام وأبقى والمضاد أفنى وأنهى. الفضاء ما بين الكواكب والنجوم والجمع الأفضية. مؤداها المراد مضمونها. دقائق المعرفة الأمور الغامضة الخفي معانيها والمراد أعماقها والمفرد دقائق دقيقة. وبكده نكون خلصنا المعاني. يلا نقرأ النص. يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم، ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. ولعل أمير الشعراء
أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين ألمحوا إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق، حيث قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني، فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وقد قيل أن تفكير الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة، والمعنى أنه بالتفكير والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا وكان في وقت فراغ وفي حالة تأمل وتفكر وبحث: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء، مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ذلك جاء من تأمل بسيط لكنه عميق، لحظة تفكر صادقة، فأفاد البشرية وخلد ذكراه في سجل العلماء. إننا بعد هذا يجمل بنا أن نسأل أنفسنا دوما: كيف نستغل الوقت فيما ينفع ويفيد؟ إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها، إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. وبكده يكون خلص درس النهاردة. أشوفكم في درس جديد. مع السلامة.